بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بصحة وفي خير. النهاردة هنعمل مع بعض حشوة الكريب. هنعملها اقتصادية بالبطاطس. لو حابة تضيفي أي مكونات تانية ممكن تضيفيها زي الفراخ أو اللحمة، أو حابة تعملي شاورما أو تحشيها بالسجق، أو أي حشوة بتحبيها ممكن تضيفيها للكريب. احنا كنا عملنا الكريب الاقتصادي في الفيديو اللي فات، عملناه من الدقيق والمية والزيت. هسيب لك رابط الفيديو في الوصف وفي المقترحات اللي بتظهر على الفيديو. وده الكريب اللي عملناه، ما شاء الله حجمه كبير، وعملناه كمان في صينية ألومنيوم. معايا هنا حوالي 2 بصلة، وحوالي من 1 ل4 طماطم، ومعايا فلفل رومي وفلفل حامي، ممكن تستغني عنه لو مش حابة. معايا النوع ده والنوع ده. بنحمر هنا بطاطس عادي علشان نستخدمها مع الكريب. معلقتين زيت مش كتير. وبقطع البصل، بقطع البصل جوانح بالشكل ده وبنزل بيه في الزيت. معايا هنا البصل بعد ما دبل، بنزل في الفلفل. قطعت الفلفل، بنزل بالطماطم، بضيف الملح، رشة كده من الملح علشان هنستخدم مع الحشوة زيتون وكمان جبنة، فبيكون فيها نسبة ملح. رشة من الفلفل الأسود، وبقلب الخضار اللي معانا كله مع بعض. لو عندك لحمة أو فراخ ممكن تضيفيها للخلطة، بتكون جميلة مع سندوتشات الكريب، بس احنا هنعملها في الخلطة اللي معانا هنا وبطاطس بس. خلاص كده الخلطة اللي معانا جهزت، هنسيبها على جنب وهنشتغل في الكريب. هنبتدي نجهز الساندوتش. معانا هنا الخضار اللي شوحناه على النار وجبنة، ومعايا هنا زيتون، ممكن تستخدمي خيار، ومعانا هنا البطاطس المحمرة والكاتشب. هنبتدي نجمع الساندوتش مع بعض. ده الكريب اللي عملناه، شايفين ما شاء الله الكريب طري وجميل ازاي. هخلي الناحية الفاتحة من بره علشان لسه هنحمص الكريب تاني على النار. بجيب الكاتشب، وممكن تضيفي مايونيز لو حابة.
بضيف البطاطس بنضيف الخلطة اللي عملناها من البصل والفلفل والطماطم. وزي ما قلتلك لو حابة تضيفي اي اضافات تانية زي البانيه او الفراخ او اللحمة ممكن تضيفيها. بضيف الزيتون، واخر حاجة بضيفها الجبنة. بنحط كمان كاتشب وبنضيف الجبنة. وبنلف الساندوتش اللي معانا بالطريقة دي. ولو هتحشي الساندوتش بالفراخ او اللحمة ممكن تعمليها بالطريقة التانية اللي هي المثلث، بس احنا علشان عاملين الساندوتش بطاطس بس فلفيناه بالطريقة دي. شايفين ده شكل الساندوتش اللي معانا. هنعمل كمان واحد مع بعض. بضيف الخضار اللي شوحناه على النار. البطاطس، بضيف الكاتشب، الزيتون، وممكن لو عندك خيار ممكن تضيفي مخلل الخيار بيدي طعم جميل للساندوتش. معانا الجبنة وهنبتدي نلف الساندوتش. وبنلف الكريب بالطريقة دي. وده بيكون شكل الساندوتش معانا. هكمل باقي الكمية. وبعد ما جهزنا سندوتشات الكريب في نفس الصينية اللي عملنا فيها الكريب هنبتدي نحمص الساندوتش على الناحيتين. ومجرد ما ياخد لون بقلبه الناحية التانية علشان الكريب بيتحمص معانا ويكون مقرمش من بره وطري من جوه. وبحمص الكريب الناحية التانية. وعلشان الجبنة تسيح معانا بضيف كمان واحد. شايفين الكريب بيقرمش ازاي من بره من الصوت اللي معانا. خلاص كده الكريب اخد معانا لون الناحية التانية. هشيله من على النار. وهضيف الكمية التانية اللي معايا.
بقلب ده كمان وبضيف باقي الكمية. شايفين بيقرمش من بره ازاي؟ طبعا واضح من خلال انا بقطعه بالسكينة القرمشة بتاعته. وده كان فيديو النهاردة، عملنا حشوة الكريب بالبطاطس، وممكن تحشيه بأي حشوة تانية بتحبيها. ما تنسوش تجربوا الكريب بالطريقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتتابعوا فيديوهاتنا. عملنا فيديوهات كتيرة ناجحة واقتصادية على القناة. جربوه بالطريقة دي وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديوهات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.